حتى اللحظة الساعة 11 في الليل وعمليات الإنقاذ مستمرة. 15 شخص ما بين طفل وامرأة حاليا هون في مدينة الدانا. رسالتنا الأولى والأخيرة للدول العربية، لأهلنا في الدول العربية جميعا. المتنفس الوحيد لنا هو تركيا. تركيا مصابهم جلل، الضحايا كلهم من الأتراك ومن السوريين، الله يكون في عونهم. نحن في سوريا حاليا في المناطق المحررة من أقصى جرابلس إلى جبل الزاوية وصولا غربا إلى جسر الشغور ما في أي آليات وأي معدات بسيطة. هناك أبنية بحالها حتى هذه اللحظة ما تم الانتشال منها أي ضحايا. التوقعات تستمر عمليات الانتشال 15 يوم، يعني اللي عايش بكرة بيموت واللي عاش لبكرة بيموت بعد بكرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصاكم بأهل الشام؟ ترى أهل الشام هون، اللي مخربط أهل الشام هون. إذا مفكريننا بلا قيمة أو بلا شيء أو إدلب أو شيء فأنتم غلطانين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم عليكم بأهل الشام فإنهم أهل نخوة. من هون في أرض الشام الكل عم يدافع عنكم. الآن كارثة حلت على الجميع. إذا ما وقفتوا جنبهم ترى نحن أقوياء وأهالي الشام أقوياء بمهجرينها وبأهلها بأطفالها اللي تحت الأنقاض. ساعدوهم، بحاجة لمعدات، بحاجة لتدخل دولي لإنقاذ الضحايا والمدنيين. 1000 حالة وفاة حتى اللحظة ما بين نساء وأطفال فقط في إدلب وريف حلب من المناطق المحررة. أكثر من 2000 عالقين تحت الأنقاض وأصوات الأنين واصلة. اعملوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وعليكم بأهل الشام فإنهم أهل نخوة. أهل الشام رح يظلوا أهل نخوة حتى لو خذلتوهم. أملنا فيكم كبير. للدول العربية جميعا اتدخلوا بكل طاقتكم لإنقاذ الأهالي وإنقاذ النساء وإنقاذ الأطفال العالقين تحت الأنقاض. شكرا لكل مدني، شكرا للدفاع المدني، شكرا للجهات الإسعاف، وشكرا لكل شخص عم يقوم بعمليات التكافل الاجتماعي حاليا بحجرة بصخرة بأي شيء لحتى ينقذ طفل ينقذ امرأة. الخبر اللي بدي أعطيكم إياه حاليا امرأة ولدت طفل تحت الأنقاض. الطفل عاش والامرأة ماتت. وحاليا قصص كثير وحكايا كثيرة، إذا بضل بحكي من هلق لساعتين ما بتكفي. عليكم بأهل الشام، عليكم بإنقاذ أهالي الشام. وإن ساعدتوهم فلكم الخير وإن ما ساعدتوهم فأجركم على الله.